تعرابت او الملقب بمول البيضاء من اكثر اللاعبين اللي ما نصفاتهمش البالون بمره. يمكن هو عطاها يمكن حياته كامله كل شيء عطاه البالون، لكن دوماج البالون ما نصفاتو. اي واحد قال بان تعرابت يمكن لقى مسكيه وما عرفش ليه فاره ما عرف والو على تعرابت. اللي خصك تعرفوا ان تعرابت زاد في تازا في 1989 وغادي يقرر انه يغادر البلاد هو والعائله ديالو من اجل البالون، وحتى العائله ديالو يمكن ما منعتوش وقررت بان تضحي معاه في الحلم ديالو. وهذا الشيء اللي غادي يوقع، وغادي تغادر مع ارض الوطن وغادي يمشيو لجنوب فرنسا وبالضبط برلين. تما هادي فين غيدوز الطفوله ديالو كامله، تما وغادي يلعب مع بزاف ديال الفراق صغار. هنا فين غادي يبدا يبان الحلم ديالو، خصوصا ملي غادي يشوفوا شي اطر وغادي يعرفوا بان عادل عنده موهبه كبيره، وغيضطروا بانه يدخلوا الاكاديميه اللي تابعه النادي ارسنال. هنا عادل فين غادي يلقى الحريه ديالو وغادي يفجر الموهبه اللي عنده، وبالفعل غادي يبقى 5 ديال السنوات في الاكاديميه ديال ارسنال، الا غيجي واحد النهار اللي غادي يكتشفوا ان ذاك المدرب ديال ارسنال وغادي يقول بانه عادل ما يمكنش ما يكونش في الفريق الاول وغادي يتنادى عليه. واول ماتش غادي يلعب تعرابت في الفريق الاول وما عمره يتنسى لي هذا الماتش ملي لعب ضد سوشيال فرنسا. لكن الغريب في الامر هو ان هذا غادي يبقى اول ماتش واخر ماتش تعرابت. علاش؟ لانه من وراء الماتش غادي يطايف مع الزميل ديالو، والمزاجيه ديال اللاعب خلات المدرب ما بقاش ينادي عليه وغادي يعاود يردوا الفريق الثاني. هنا غدا المشاكل ديال تعرابت. هنا تعرابت غادي يزيد يكعى ثاني وما غاديش يقرب انه يغادر النادي، يقرب انه غادي يغادر الدوله كامله، وبالفعل غادي يهز الرحال ويغادر فرنسا وغادي يمشي للانجليز، وبالضبط غيسيني مع فريق توتنهام الانجليزي. العام الاول تعرابت ما غاديش يلعب بزاف، غيلعب تقريبا 2 ديال الماتشات، لكن العام الثاني اللي غيلعب تعرابت بشلا ماتشات، وهنا في غيبدا يتعرف الاسم ديال تعرابت. الاسم ديالو غادي يولي يخلي الجماهير ديال توتنهام تنادي عليه في اي ماتش كيتلعبوا ما كيكونش تعرابت فيه، وغادي يبدا يزيد يتعرف الاسم ديال تعرابت في الانجليز، خصوصا من بعد هاد البيضه الشهيره، هاد البيضه اللي غدير بوم في الانجليز وغيبدا كلشي كيعاود فيها. والغريب في الامر هو ان مازال حد الان مازال كتعاود هاد البيضه، لكن تعرابت كون كان عارف بان السبب هاد البيضه هادي غادي تخليه غادا الفريق ما يبيضوش، لان مورا هاد البيضه هادي تعرابت غادي يتغرب وغادي يرجع للمشاكل ديالو. الشيء اللي غادي يخلي توتنهام يصيفطوا اعاره القسم الثاني لعله وعسى يرجع للنضج ديالو. اول ما غادي يحط رجليه في فريق وين بانك رينجر غتبدا الجماهير تعجب به وغتبدا تسائل عليه. بسبب التالق ديالو غادي يولي يخلي الجماهير تدخل على قبل الماتشات، وبسبب هاد التالق ديالو غادي يعيط عليه روجر مير المنتخب الوطني. غادي يلعب اول ماتش مع المنتخب ضد المنتخب التشيك، وصراحه غيدير واحد الماتش اللي زوين، ومن وراها الجماهير المغربيه غتزيد تعجب فيه وغتولي تعرف تعرابت مزيان. 2010 غتكون من احسن السنوات اللي كان فيها تعرابت تألق بواحد الشيء اللي التألق ديالو غادي يخلي الفريق اللي كيلعب معاه غادي يطلع القسم الاول، الشيء اللي غادي يخلي الاسهم ديال اللاعب غتطلع وغيبداو يقلبوا عليه فرق كبار. لكن ثاني غادي يرجعهم من الاول ثاني الزهر اللي ما عندوش. من وراء الموسم اللي غيطلع القسم الاول غادي يتبدل المدرب ديال الفريق، المدرب اللي جابو مسموم ومبقاش كيتحامل مع تعرابت بعد ما كانوا فرق كبار بحال ريال مدريد كانت باغا تجيبو. غادي تطلب فرقه انها تصيفطوا اعاره فريق فولهام من بعد ما عادل كان باغي يمشي مع كارد بي الريال، كلشي ضرب ليه في الزير. غادي كامل هادشي اللي وقع عليه غادي يبرد في الفريق ديال فولهام. تخيل معايا موسم كامل غادي ماركي بيت واحد. بعد تعرابت ما ظن بان البيبان قاعد تسدو في وجهه، غادي تفتح لي واحد الباب جديد، خصوصا ملي الفريق غادي يصيفطوا اعاره لاسي ميلان. الاعاره هذه كان السبب ديالها المدرب ديال اسي ميلان سيدورف اللي كان معجب بالامكانيات ديالو، وحتى عادل كان فرحان بهذا الانتقال ديالو، خصوصا انه معجب بالدوري الايطالي. اول ماتش غادي يلعب هي فين غتعرفوا الجماهير ديال ميلان غتبدا تهضر عليه، خصوصا ملي غيلعب ضد نابولي وغيدير ماتش زون. من وراها ماتش مورا ماتش كيدير ماتشات مزيانين، كلشي قال بان تعرابت كيستحق بانه يسيني رسميا مع ميلان، لكن غادي يجي الخبر الخايب هو رحيل سيدورف على ميلان ويديروا مدرب اخر هنا فين غيبدل المعادلات. وقال لهم بان جاب تاكتيكون جديد وتعرابت ما غاديش يخدم ليا في هذه البرمجه هذه. بالفعل ما غاديش يسينيو معاه وغادي يرجع للفرقه ديالو كوينز بارك. وبالنسبه ليا هنا فين غيسالي الحلم ديال تعرابت، لان من وراها ما بقاش عاجبو الحال وغادي يرجع للفرقه ديالو وما غاديش يبقى يتريني
تما فين غادي يخرج المدرب ديالو بالتصريح الشهير بأن ترابت غير صالح لكرة القدم، وبدنيا ما بقاش قادر يجري هنا. ترابت غادي يبداو المطايفات والحوارات والمشادات الكلامية، موسم كامل غادي يلعب فيه شي 5 ولا 6 ديال الماتشات، من وراها تاني غيزيد يكتئب ترابت وغادي يريح لا فرق لا والو. من وراها تاني غادي تحلي واحد الباب جديد وغادا تعيط ليه بنفيكا وغتعاقد معاه، لكن المشكل ديال الوزن الزائد عنده غادي يخلق ليه مشاكل كبيره مع المدرب، وبالفعل المدرب ديالو غادي يشد مع الضد ومبقاش غادي يلعبوا له ماتشات وديين لا رسميين، الشيء اللي غادي يخلي الفريق يصيفطوا للجنوة. المدرب ديال الجنوة غادي يثيق فيه وغادي يبدا يخليه يعرض الامكانيات ديالو، بالفعل غادي يدير معاه موسم مزيان، غادي تسالي الاعاره ديالو وغادي يرجع لبنفيكا واللي حصل الحظ ديالو بان المدرب مسموم اللي كان شاد مع الضد مشى بحالته، غادي يجي مدرب ديال الرديف اللي كيعرف ترابت مزيان وغادي يثيق فيه وغادي يخليه يلعب بكل اريحيه. وهنا ترابت غادي يبعد من السهرات وغادي يبعد من الاصدقاء وغادي يخليه يركز في التدريب ديالو.